وسلم تسليما كثيرا. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل على محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الأحبة في الله، أسأل الله عز وجل أن يغفر لي وإياكم وأن يتوب علي وإياكم وألا يجعل فينا ولا منا ولا حولنا شقيا ولا محروما ولا من رحمة ربه تبارك وتعالى بعيدا ولا مطلوبا. أيها الأحباب، مع كلمات بسيطة، آية بينة أو حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا نفوز بالأجر العظيم الذي قال عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من صحيحه المبارك وعند البخاري واللفظ لمسلم، والحديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون آياته ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم ايه؟ نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تلخبطون يا اخوان. إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. نسأل الله عز وجل أن نكون منهم. واليوم بإذن الله عز وجل نسوق 3 كلمات من كلمات النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، ما أحب العمل إلى الله؟ ما أحب العمل إلى الله؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كان الصحابة يحرصون على أي شيء يدخل الجنة، أي شيء يدخل الجنة، أي طريق يدخل الجنة، يحرصون أكثر من الدنيا، حتى قال بعضهم: إذا رأيت من ينافسك في أمر الدنيا فضعها في رقبته، وإذا رأيت الرجل ينافسك في أمر الآخرة فلا تدعه يسبقك، فدعه يسبقك. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر السائل على حسب حاجته. فمن الناس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: قال أوصني، قال لا تغضب. وبعضهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال: ما أحب العمل إلى الله؟ وكأن الصحابي يريد أن يأخذ الأجرين. العمل يكون الله عز وجل يحبه، ثانيا يدخل الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. والصلاة أيها الأحباب عظيم أجرها، عظيم قدرها، عظيم جرم من تركها. عظم أجر الصلاة أن الله تبارك وتعالى يحب المصلين، وأن المصلين هم أقرب الناس إلى الله عز وجل. قال الله عز وجل في أول سورة من القرآن: كلا لا تطعه واسجد واقترب. فالمصلي قريب من الله عز وجل. عظيم قدرها. الفريضة الوحيدة التي ذكرت في السماء وفرضت في السماء هي الصلاة من فوق 7 سماوات. من فوق 7 سماوات. النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر بالصلاة لعظم قدر الصلاة، فبدون الصلاة ليس هناك إله يعبد. يقول غندي عابد البقر من الهندوس في الهند: يسجد البقرة، يصلي البقرة يسجد لها، ثم يرفع رأسه ويقول: الحمد لله الذي جعل لنا إله ندعوه. قل الحمد لله على التوحيد. الحمد لله على التوحيد. بيعبد بقرة والراجل مستريح لما بيصلي بيقول ايه؟ الحمد لله احنا ايه؟ لنا إله نشكو إليه، لنا إله نعبده. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد على التوحيد، وكفى بها نعمة الله. وعظيم جرم من تركها، الله عز وجل جعل الصلاح الفلاح في الصلاة. الله عز وجل عد صفات المؤمنين كما في سورة المؤمنون فقال: قد أفلح المؤمنون بالتجارة. لا، أول شيء الذين هم في صلاتهم خاشعون. الله عز وجل جعل الفلاح في الصلاة، ولا يذكر حي على الفلاح إلا في نداء الصلاة. عظيم جرم من تركها. قال النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد أثم، فقد عصى، فقد
كفر، فقد ايه؟ كفر. انظر الله تبارك وتعالى لم يترك امر الصلاه حتى في الجهاد. داخل الجهاد افتح سوره النساء الصفحه اللي على اليمين، انزل التتر الاخير من الصفحه. الصلاه يقول الله عز وجل يقول ايه؟ ان الصلاه كانت علينا كتابا موقوتا. بوقت يجب ان تلبي النداء، يجب ان تلبي النداء. يرحم الله النبي رحمه الله رحمه واسعه امام الدنيا، كان يعمل فتانا يعني بتاع فتن يعني؟ لا، فتانا في لغه العرب اي يستخلص الذهب. يستخلص ايه؟ الذهب، يعمل فتان. فكان اذا اتى المؤذن وهو يرفع المطرقه لا ينزلها. يعني اخوانا بتوع يقولش لك ايه؟ بس اخلص بس الايه؟ يعني الدولاب دوت وايه والحق الصلاه، والتاني يقول لك بس وصل بس الفلان. لا ينزل ايه؟ المطرقه. يقول الله اكبر، لا شيء اكبر من الله عز وجل. لا شيء اكبر من الله عز وجل. انظر الى عظم من ترك الصلاه. الله عز وجل يتوعد المشركين، والله عز وجل يجعل من صفات اول من يؤمن الصلاه. قال الله عز وجل في سوره الفاضحه، سوره التوبه: فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. طيب مش تابوا ولا اقاموا الصلاه؟ ليسوا ايه؟ ليسوا باخواننا. ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام: الصحابي متشوق، عايز حاجات، عايز تاني في تاني يا رسول الله؟ قال: قلت ثم اي؟ قال: بر الوالدين. الله عز وجل دائما في القران يذكر حقه ثم حق الوالدين. وقد ربك لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. لقمان يوصي ابنه فيقول: ان الشرك لظلم عظيم. وبعدين: ووصينا الانسان بوالديه. وهكذا دائما القران ياتي ايه؟ بهذه الكلمات. وكذلك السنه كل من عند الله، وما ينطق عن الهوى عليه الصلاه والسلام. فيقول عليه الصلاه والسلام بترتيب القران: الصلاه على وقتها حق الله عز وجل، ثم بر الوالدين. وبر الوالدين ايها الاحباب نفس الكلام: عظيم قدره، عظيم اجره، كذلك العاق عظيم جرمه والعياذ بالله. الله عز وجل يتوعد الذي يهجر امه او يسب اباه والعياذ بالله. انظر من هذه الحقوق حتى الوالدين. بعض الناس الشباب يعني بيمزح مع صاحبه: يا ابن كذا، يا ابن رجل كذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من اكبر الكبائر ان يسب الرجل والديه، وفي روايه ان يلعن الرجل والديه. استغرب الصحابه. الجاهليه ابو لهب وابو جهل يا اخواننا مش كان عندهم سب للاب، يعني مستعظموا، كانوا كفار مشركين، بس عند الاب يعني البوط بتاع ابويا في راسه. حتى الكفر ابو لهب ما كان احد يرفع عينه في عين ابيه حتى وان كان مشركا او كافرا. ومع ذلك الصحابه استغربوا: او يسب الرجل اباه؟ قال: نعم، يسب الرجل ابا الرجل، يمزحوا مع بعض ويهزروا، او ان هم فعلا يتقاتلوا يشتموا بعض: يا ابن كذا، فذوك يرد عليه: يا ابن كذا. قال: يسب الرجل ابا الرجل، فيسب اباه ويسب امه. يعني اتى بالسب لابيه وامه عن طريق الايه؟ المزح او الايه؟ او الختان والعياذ بالله. والله تبارك وتعالى توعد هؤلاء واخبر على لسان نبيه عليه الصلاه والسلام كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: ما من ذنبان. يعني ايه؟ اي ذنبين دول، الذنبين دول بالذات، ما من ذنبان اسرع في العقوبه لصاحبهما من العقوق والبغي. والبغي اسرع ذنب يهلك صاحبه في الدنيا قبل الاخره العقوق والبغي. عقوق الوالدين والبغي. البغي هو الافتراء. الشيخ حسن الحلبي المغربي ربنا يطول في عمره قال: ان من مبشرات الهلكه لبشار باذن الله هذا الحديث. هذا الحديث: ما من ذنبان يعجلان لصاحبهما في الدنيا العقوبه قبل الاخره من العقوق والبغي. الافتراء. 15,000 امراه من سوريا تغتصب. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر تقصيرنا. 15,000 عرض انتهك في سنتين وشويه. اللهم اغفر لنا.
اللهم عليك بمن لم ينصر إخواننا في سوريا. اللهم عليك بمن قصر في نصر إخواننا يا رب العالمين. 15,000 امرأة تغتصب، وأكثر من نص مليون أسرة مشردة داخل سوريا، ده غير اللي بره، يعني اللي حدود الأردن وفي مصر وما إلى ذلك. كل ده عند ربنا باغي افتراء. فهذه بإذن الله عز وجل بشرى بإذن الله بهلاك بشار عن طريق بإذن الله عز وجل. والله عز وجل غالب على أمره بإذن الله. اللهم انصرنا عليه. ثم قال قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله. وكذلك أمر عظيم الجهاد، أمر عظيم قدره، عظيم جرم من ترك الجهاد. الجهاد الله تبارك وتعالى يفتح المصحف تجد الله تبارك وتعالى كما قال العلماء يذكر لفظ الجهاد في القرآن 40 مرة، 40 مرة، ويذكر لفظ المسلمون والمسلمين 40 مرة. قال العلماء وكأن المسلمون كما أنهم ذكروا في القرآن 40 مرة والجهاد 40 مرة، لا قيمة للمسلمين بدون الجهاد. جهاد 40 مرة يساوي المسلمين 40 مرة، فلا قيمة للمسلمين بدون الجهاد. حينما يتركون الجهاد فلا إسلام، فلا إسلام، بل الجهاد أعم من ذلك. يذكر الصلاة والصيام والزكاة والحج والصدقة وكل أعمال البر في القرآن 140 مرة. ويذكر الجهاد قاتلوا، جاهدوا، يقاتلون، قتلوا، قاتلوا أكثر من 180 مرة. أي لا يمكن الإسلام إلا بالجهاد. وقال تركيس عواد معيد في جامعة الموصل في العراق، وهذا رجل نصراني، قال أكثر مادة ألفت فيها الكتب والتصانيف عند علماء المسلمين هي الجهاد في سبيل الله. هي الجهاد في سبيل الله. لم يترك عالم من العلماء الحديث عن الجهاد في سبيل الله، وألف فيه مجلدا لعظم الجهاد. قال عليه الصلاة والسلام بعثت بالسيف بين يدي الساعة، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. على من خالف أمري. نسأل الله عز وجل يغفر لإخواننا اللي هم قاعدين اللي راحوا تركيا واللي راحوا الأردن. يعني هنا قال الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا وسعها. لكن المرابط هنا حتى وإن كان شيخا، وإن كان ختيار، وإن كان صغيرا، وإن كان فله أجر عند الله عز وجل، فهو في رباط،